في ديال تواصل الإضرابات الخميس اللي فات دار اجتماع ما بين النقابات والحكومة المتمثلة في وزير التعليم وزير التشغيل ووزير الميزانية، وتقرر فيه تجميد النظام الأساسي باش يعدلوه وتحسين الأجر واللي القيمة ديالو غتحدد في اجتماع آخر الأربعاء الجاي. الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية للنظر في تحسين الدخل، تحسين الأجور، وكذا إعادة نظر في نظام التعويضات. واش هاد الشيء غادي يقنع الأساتذة وغيرجعوا للأقسام ورا العطلة؟ علاش كاينين هاد الاجتماعات الماراثونية؟ اشنا هو الحل باش يرجعوا وليداتنا يقراو؟ تفرج في الفيديو حتى الاخر باش تفهم. الحكومة في نفس الاجتماع طالبت من النقابة بإلحاح عودة التلاميذ للأقسام، فأن الحكومة ألحت على ضرورة العودة إلى الأقسام واستئناف الدراسة. ولكن إلا طالبات النقابة الأساتذة يرجعوا، واش غادي يرجعوا؟ ياك ديجا طلبات منهم يرجعوا ما رجعوش، حيت هاد الأساتذة ما بقاوش كيثيقوا في النقابات اللي كان طرف في صياغة هذا النظام الأساسي اللي ناض عليه روينة دابا. واش هاد النقابات هي اللي اعلنات على الإضراب باش تعلن الرجوع؟ هنا فين كيبان المشكل الكبير ديال هاد الاجتماعات، اللي هو ما كيداروش مع الناس المضربين، مع الناس اللي كيدعيو للإضراب، مع الناس اللي الا قالوا رجعوا كلشي غيرجع، اللي هما الأساتذة براسهم اللي كتمثلهم التنسيقيات. شكون اللي دعا للإضراب؟ واش النقابات اللي دعات الإضراب ولا التنسيقيات اللي دعات الإضراب؟ راه التنسيقيات هي اللي دعات الإضراب. اذا انا بالاجهزه ديال الحكوميه واش ما عارفاش بان شكون اللي في الساحه، شكون اللي داعي للإضراب؟ راه الإضراب دعاتها التنسيقيه الوطنيه اللي فيها 23 ولا 25 ديال الإطارات. إذن كان رئيس الحكومة ينزع هذا الفتيل، هذه الأزمة هذه، أنه يستدعي التنسيقيات بدل النقابات. بركة من تضييع الوقت في اجتماعات مطولة، راه الدورة الأولى ما بقى فيها والو، بقى فيها فقط أقل من شهر ونص. خاص الحوار يكون مع ممثلي تنسيقيات الأساتذة. هذا الجيل ديال دابا هو أكثر جيل متضرر في القراية في المغرب، وهو اللي كنعولوا عليه في المستقبل يهز بالمغرب. المشاكل ما كيحبسوش، من مشكل الأساتذة المتعاقدين اللي بسبب وقفات القراية أكثر من شهرين في إضراب مفتوح، كورونا اللي بسبب وقفات القراية بالشهورة، وزيد التعليم بالتناوب، ودابا الإضرابات المتواصلة. راه كل عام كنضيعوا في شهور ديال القرايه. بنادم ما حاسش بالخطوره ديال هذا الشيء، وهذا الشيء راه كيرجع المغرب سنين للور في التنميه اللي اصلا مدقدقه. اخر نوش قال بلي الاجتماعات غادي يستمروا حتى ل 15 شهر واحد في حد اقصى، على ماكسيموم ليميت انه 15 من يناير يعني ان شاء الله يكون. والاساتذه قالوا ما غندخلوش حتى يتحققوا المطالب. من جانبها عبرت بعض التنسيقيات عن تشبثها بالاضراب والاحتجاج. واش غنبقاو في هذه الحاله حتى لهذا التاريخ؟ واش غنبقاو في هذه الحاله حتى تسالي الدوره الاولى؟ يعني واش غادي نمشيو لدوره اولى بيضاء ولا ما تحققوش المطالب في هذا التاريخ؟ واش غادي نمشيو لسنه بيضاء؟ هذا الشيء اللي خلى المغرب يكونوا فيه جوج انواع ديال التلامذ كيقراو عادي في الخاص، يعني هما اللي غادي ياخذوا المناصب الكبيره في المستقبل، وتلامذ ما كيقراوش بالشهوره في التعليم العمومي، وهما اللي يبقاو مهمشين في المستقبل. وهذه الصوره كتوضح الوضع بشكل دقيق. وفي اطار الحلول العبقريه للوزاره انطلقت في الدعم في العطله، ولكن السؤال شكون اللي غادي يدير هذا الدعم؟ الا شفنا هذا البلاغ ديال وزاره التربيه الوطنيه فراه لقاو بلي الدعم غادي يدعم بزاف ديال الاطراف، من بينها الناس ديال الاوراش، طلبه ديال الاجازه في التربيه، الدعم عن بعد، وزيد. واش تعويض الاساتذه ونجيبوا الناس من خارج الميدان بلا تكوين هو الحل؟ فينا هي الجوده؟ واش هاد الناس يقدروا يغطيو المغرب كامل؟ حيت الاساتذه المضربين راه كثار بزاف. واش ساعه ولا ساعتين غتعوض شهرين ديال الاضراب؟ للاسف باقيين غارقين حتى الودنين في الحلول الترقيعيه. وفي اطار حسن النيه تم اقتطاع من اجور الاساتذه بمبالغ كتوصل ل 4000 درهم. صيفط لي الطالب ديالي كان عندي سنتين هذه، قال لي استاذ دخلت لي 1535 درهم وانا كارب 1500. قال لي دابا عندي في راس مالي دابا، قال لي 35 درهم اش غندير لها في الشهر. هذيك خطوه. اذا انت من الناحيه ديال الحكومه في حال عندك مثلا الاقتطاعات، غيجي واحد يقول لي والاستاذ ما خدامش ودار الاضراب، راه بالسيف غيقصوا ليه من الاجور. اولا راه ما كاين حتى شي سند قانوني ولا حتى اخلاقي لهذا الاقتطاع. الوزاره غلطات وخرجوا الاساتذه كيحتاجوا على هذا الغلط. اعترفت الوزاره بالغلط ديالها وقالت لهم اجيو تناقشوا، ولكن غنعاقبك. علاش؟ حتى جيتي. واش هذا الشيء منطقي؟ شكون اللي خاصو يتعاقب ويتقتطع من الاجور ديالو؟ راه اللي دار المشكل خاصو يتعاقب ماشي الاساتذه. باش يتحل المشكل خاص يشارك التنسيقيات في الحوار باش يكونوا قرارات اللي غادي يرجعوا الاساتذه للاقسام. اولا سحب النظام الاساسي، ماشي تجميد ولا ايقاف الاقتطاعات، حيت النظام جاب مرسوم وباش يتحيد خصو يتحيد مرسوم اخر ماشي بالشفوي. وادماج المفروض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفه العموميه وحل جميع الملفات الاخرى. زياده في الاجور وفق وعود الحكومه في حملتها الانتخابيه السابقه وتماشيا مع الزياده في الاسعار. قبل ما تخرج قول لينا في نظرك علاش الوزاره ما بغاتش تحاور مع التنسيقيات.